بدايل البروتين. احنا بنتكلم تقريبا على 100 ل 150 جرام من الجبنه القريش، هنحطهم في الخلاط. هنجيب كوب زبادي خالي الدسم نضيفه عليها. كده احنا خلينا الجبنه القريش ضربناها مع بعض بقت كريمي. هنزود شويه لبن. طبعا الموضوع بيرجع لاختيارك، او حابين نزود كتير او نزود قليل. لو انت لوحدك الكميه دي هتكفيك اكل من 3 ل 4 ايام، فطار من 3 ل 4 ايام. انت عاوز تغير الطعم، ما هو كده برضو يعني ايه، لبن وزبادي وجبنه قريش. معلقه زعتر، شكرا، معلقه زعتر ضفناها عليها، ضافت لها نكهه كويسه جدا. الزعتر من الحاجات المفيده جدا، الزعتر بيقلل الكوليسترول، زعتر مفيد للهضم، هيدي طعم كويس جدا. بس هي معلقه كبيره واحده بس هتضاف على الخليط بتاعنا. تمام. بس ده الميكس بتاعنا، هيبقى عباره عن جبنه كريمي مختلفه تماما عن القريش. اولا كده مفيده لكل الناس، مفيش حاله صحيه واحده ممنوعه انها تاخد حاجه زي كده. مفيده جدا لمرضى ضغط الدم العالي ومرضى الكوليسترول ومرضى القلب. هي هنا تعتبر علاج. ولو حد فعلا عندنا في البيت مريض قلب او كوليسترول، هنحط معلقه زيت زيتون كبيره على الخليط ده، هتغير طعمه وهتوديه في حته ثانيه. وفي نفس الوقت زيت الزيتون بيعمل عندنا حاجتين مع مريض الكوليسترول، بيبدا يعلي الكوليسترول النافع وبيقلل الكوليسترول الضار، ودي حكمه ربنا في زيت الزيتون. عشان كده ربنا خلقه شفاء. بقت وجبه فطار صحيه.